طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أبدأ الإشكال إشكال المفهوم الدين والدولة في السودان والتراجعات والانهزامات اللي حصلت بإشكال بسيط، إنه العلمانيين بيناقشوا قضية الدين والدولة من منظار تجربة ماثلة أمامهم، وده بيذكرني حاجة اسمها المقاييس الفارية. المقاييس الفارية زول كان أعمى ما فتح إلا لحظة واحدة لدقائق، للأسف الشديد الشيء شافه قدامه فار، فأصبح الفار مقياسه ومعياره في الحكم على الأشياء. وعيمة بقى لما يقولون شفت الأسد يقولون أصغر من الفار ولا أكبر من الفار، شفت القندران يقولون بيشيل كم فار. ودي اشكالت ناس غازي واشكالت العلمانيين، المقاييس الفارية والنظارة الداكنة اللي هم من خلالها بيتكلموا عنها. والدليل على ذلك انه العلمانيين يتكلموا غازي بالذات جا حجانا وجا حبوبات مشيت له وقال لي وقلت له وذاك دق ولده وقال له ده تاكل بذراعك. يا اخي ده كلام فكري، والله انا يؤسفني جدا. حقه كانوا صار رسولنا يشوفون علماني عظم، علماني عظم، مش مخنث فكريا ولو تبرمت سنباته زي بتاع حق اللي اتكلم ده، مخنثون فكريا ولو تبرم شباب. لا تفهم انت حاجه، المستقبل للاسلام وانا داعيه للاسلام وداعيه الناس للاسلام، وفي نفس الوقت يجي يقول لك ما تدخلوا الدين في الدوله ولا في الممارسه ولا في كده. ده كلام غريب جدا. يقول لك الاسلام صح والاسلام اصح شيء، ده دليل انه قال ما يحدث في تجربه الجبهه الاسلاميه لا علاقه له بالدين. اذا هو عنده تصور للدين، من خلال التصور وزن تجربة الجبهة وحكم عليها بالغلط. نحن دارين تصورك ده، قال ما عنده علاقة بالدين، بيئة دين، ما عنده علاقة بيئة دين بالدين الصحيح. يا غازي تصورك للدين الصحيح شنو؟ تصور للدين الصحيح تصلوا في جوامعكم وناس البرع قاعدين. وأنا ذاتي أسفلي إنه طالب حق الضعيفون اللي يتكلم ده يبدو عليه برلوم، أنا عرفت برلوم يتكلم قال الصوفية ده ما دينه راغي. يا أخي انت لو قريت كتب الصوفية حيضر منهم. الصوفية قالوا الله ممكن يكون خنزير. الأوائل كتاب طبقات والضيفان الموجود الآن ده كتاب البرعي بيعتقد انه شيخه قلب البيت ولد، وانه شيخه تتل فلاتي القلب العود مفهوم. تتل فلاتي ده شنو؟ جاءوا تتل اخونا ده ان شاء الله يكون معاون عشان يمشي معنا في البرعي من باكر يسجل والبطل طاقيه خضراء ويجي الجامعه بطاقيته خضراء. شوف العلمانيه لما يجوا في الاسلام يقول لك الصوفيه ده ما كويسين، وهو ما حيبقى صوفي، ما حياكل فته ويرقص. بيجي الجامعه هنا وينظر ولابس بنطلونه وسمح وشاكيه يقول لك اسلام الصوفيه ده ما راغي انت. حاجه غريبه جدا والله. انا يؤسفني طالب جامعي يكون صوفي. يا اخي قال ومصطفى عركينه ودعاني المكروم وتتل فلات القلب العود مفهوم. البرعي قال تتل شيخي، مرته قالت له داير لي خدامه، قال لي حوار ورح، مشى الغابه قطع عود ولبسوا فستان ودرس سبحه، قال لها بخيته جاء جاريه، قال لها امشي البيت اشتغلي خدامه. في اشعار البرعي مصطفى عركينه ودعاني المكروم وتتل فلات القلب العود مفهوم. للاسف الشديد انا بستغرب في الاسلام الصوفيه اللي بيشربوا البحر ويخلوا الناس عطشانين. قال الاسلام راغي، والله مسكين. يؤسفني جدا انه العلمانيين يقول لك البرعي ما في، غازي قال البرعي ما في. طيب ما تناديه وسننجدك من حقك، سنجده وتلحقنا. بعدين غازي بقى مولانا، قال يا ناس اتقوا الله. والله كيفتني جدا، بقى مولانا عبيد الليله. وقال محمد طه يا اخوانا عشان تواصل جابوه بيقول كلام انت ذاتك نحن جبناك وبقيناك مولانا، حقه تبقى معانا انت وتلبس جلابيه قصيره لكن ما تدخل في البرندات. يا اخوانا انا اتكلم عن جزئيه مهمه. يا اخوانا الشريعه دي الناس فيها مساحتين، مساحه القطعيات ومساحه المتغيرات. نحن تكلمنا عن المتغيرات والقطعيات. القطعيات اشياء ثابته انا تكلمت عنها في بدايه الندوه،
والمتغيرات ممكن يحصل فيها الخلاف ومع الحاكم ورأيه ما يكون رأي مقدس. دي مسألة محسومة. يعني محمد طه تبنى قال فصل الجنوب، محمد طه ما قال فصل الجنوب ده حكم الله، الله قال افصل الجنوب. ربنا نزل لنا قرآن، وفي القرآن ده ما كان في جنوب حيجي في الزمن ده عشان يفصل. لا، ربنا في علمه يعلم، لكن ما نزلوا ليه؟ لأنه ترك للبشر مساحة، وده ما يعرف في الفقه الإسلامي بالاجتهاد. يا أخواننا طالما باب الاجتهاد موجود معناها الإسلام يمكن أن يناسب قضايا الواقع وينزل إلى تفصيلات الواقع. طالما فيها اجتهاد، نحن ما قلنا الإسلام ده كله قطعيات، لا، فيه ظنيات وفيه باب المتغيرات أو مساحة المتغيرات. مساحة المتغيرات أي زول ده قال فيه كلام طالما بيستند إلى أصول وإلى مرجعية إسلامية ممكن يكفر وممكن يقول أنت فسقت. ومسألة إنه الناس يديروا حياتهم أنا اتكلمت عنها في الأول، 200 المسألة بتكون ثابتة و200 بتكون ثابتة الجوهر متعددة الأساليب والصور، 200 الإسلام ما بيتدخل فيها. وضحنا هذه المسائل. أنا صح لي إنه قضية إشكال مفاهيمي يا إخوة. غازي بيؤمن بالإسلام وأنا بؤمن بالإسلام وفي حركة الحق بيؤمن بالإسلام وكل الناس بيؤمنوا بالإسلام، لكن تعريف الإسلام الصحيح أو تعريف الإسلام هو ده الإشكال. كلنا نقول لك نحن نؤمن بالدين، تعريف الدين. الإشكال إشكال مفاهيمي، وأنا بقول السودان إشكالات المجاعات الفكرية وأزمة الهوية مش الهوية. لأنه أستاذ غازي قال الهوية لما هو عم صاها الهوية من الهاوية هوى يهوي إذا سقط، أما الهوية من تحقيق هو الذات، تحقيق الذات. غازي دايرنا ده هو ونحن دايرنا نحقق الذات. فقضية الهوية إشكال الهوية ده هو سبب لنا المجاعات الفكرية وما قادرين نحسم القضية دي. يا اخواننا الغرب حسم قضيته وبقى علماني والعلمانية دين وما بقى في طريقه. نحن لحد يوم الليل ما قادرين نحسم الجزئية دي. لو قدرنا نحسم الهوية الإسلام لا يمنع ناس من الابتكار ولا الاجتهاد ولا التطلع إلى الأحسن ولا إلى تحسين الأوضاع المعيشية. بدليل إنه الشيوعيين أنفسهم قالوا دارين يأكلوا دارين أكلوا دارين شراب. طيب لو بقيت انت حكومة في ظل الأوضاع والمعطيات المعقدة الموجودة في السودان هتشبعوا الناس؟ هل الناس بتخيلوا أنصار السنة ممكن يملكوا عصا موسى السحرية لما يحكموا؟ رؤية أنصار السنة في الدولة ذاتها رؤية فرد ومجتمع قبل دولة، وده خلانا نحن نشتغل السنين دي كلها شغالين في التربية وصناعة الفرد وصناعة الإنسان وتحقيق الهوية والإشباع الفكري عشان نصل بالناس إلى إنه يحكموا نفسهم حكم صحيح. أنصار السنة ما غالبون باكر يتلبوا في الحكومة دي إن في الإذاعة ولا التلفزيون يذيعوا بيانهم من بدري كان ممكن، لكن لا، ما دايما نصطدم بواقع، دايما نزل الواقع من خلال حوار، من خلال طرح، من خلال رقي، من خلال صناعة قيم وصناعة إنسان. عجبتني أختنا اللي اتكلمت وحقيقة أنا شايفة تعبانة من جبال بترفع ايدها، وكنت قاعد هنا قمت رسلتها قلت له يا اخواننا الفيديو ادوها فرصة. قالت حتسددوا ايديكم ولا حتقوموا مارقين؟ يا اخواننا الطرطيل قاعدين معاكم في الجامعة دي قاعدين يسددوا ايديهم ولا قاعد يكونوا مارقين؟ ونحن جابنا شنو؟ ونحن شغل الجامعات لفينا الجامعات دي حد متعبنا. وربنا قال في القرآن للنساء النبي وقلنا قولا معروفا. لما البت أو المرأة تقول قول سمح قول معروف قال اسمعوا ما قال سددوا ايديكم، لكن مش أصلا على صوته. يعني احنا مش مجرد ان جات بيت وقفت حنسددوا ايدينا ونقوم. أنا ما نتكلم عنها كثير لأن الرسول قال رزقا بالقوارير، وأنا أتمنى إنه تكون قارورة ما تكون جت زي الجت بتاع الزنايدة، بس تكون قارورة جزاز يعني حاجة كده كويسة. الجنوبي الجل يتكلم حقيقة، الجنوبي اللي يتكلم أنا في تقديري يتكلم أحسن من غازي سليمان عن الإسلام، وقال إنه نحن الإسلام ما اضطهدنا لأنه مشكلة الجنوب قبل أن يطرح الإسلام كدستور كانت مشكلة الجنوب قائمة. فإذا الإشكال ما هو الإسلام ما جزء أساسي فيه. أنا داير أقول حاجة، الصراع صراع فكري. معلش يا أستاذ محمد طه، الصراع صراع فكري بمعنى يعني الصراع مع الجنوب صراع بأبعاد مختلفة، فوق البعد الاجتماعي، فوق البعد العرقي، ممكن يجي البعد العقدي. الإسلام بينظر للآخرين
في إطار تعاقدي وليس عقدي. الناس ما منظمين إسلاميا مثل جماعات مسلمين مجتمع قال أنا ما مؤمن بالله أو مؤمن بالله كما مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ده يتعاقد معنا ويعيش يتعايش في ظل نظام تعاقدي يعيش، لكن ما حيكون في الإطار العقدي. لكن احنا كمسلمين مطالبين بالإبقاء على الحواجز العقدية بيننا وبينهم. وفرق بين المسامحة والمسالمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. وفرق بين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ولا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء. يتسامحوا ويعيشوا معنا ما بس يظلمون، لكن الحواجز العقدية باقية. هو كافر بالله وفق منظورنا ووفق شرعنا ووفق ديننا، هو بعيد عن الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أنا كنت أتكلم أكتر من كده، لكن محمد طه قاعد يتحمر لي ويبدو أنه مستعجل، بس كده أنا حكتفي بهذا القدر وأتيح له هو الفرصة.